السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم جميعا. فيديو جديد النهاردة بعنوان كروشيه الدايرة، وهو درس من دروس كروشيه من الصفر. هنتعلم ازاي النهاردة نشتغل الدايرة. خلونا نبتدي على طول. هشتغل معاكم بخيط النهاردة قطن. طبعا هو الخيط ده بغرض الشرح بس. اي خيط متوفر عندك يكون سمكه وسط، ابرة مناسبة ليه. انتي لسه بتتدربي او بتقيمي شغلك في الدايرة ازاي، او يمكن تستفيدي ولو معلومة بسيطة من الفيديو ده. من الحاجات اللطيفة قوي في الشغل ان انا لما اجي اشتغل اطلع الخيط من جوه الشلة مش من بره. هسيب الورقة دي زي ما هي، الورقة دي وراها اهي بداية الخيط اللي هو كنت بشيل الورقة واشتغل. نرجعها عادي اهو. طيب اجيب الخيط من جوه ازاي؟ عندي فتحتين اهو اهو. ادخل كده لغاية لما احس ان انا ايه، صوابعي هيتقابلوا، واجيب ايه، كتلة كده من جوه او شوية بس. اما اشدهم احس بمرونة، يعني شوفوا اهي اهي بدايتها اهو. بتبقى حلوة في الخيوط القطن وفي في الصوف، سهلة اطلعها بالشكل ده. بتغلب شوية في خيوط الديفا، ولكن بنسايسه كده بالراحة. نبقى نعمل ان شاء الله شلة ديفا مع بعض بشويش، وبتسلكيها بس بيكون اسهل ان انا ايه، بصوا هشد الخيط كده من جوه اهو. شوفوا حتى لو وقف شوية، يعني شوفوا كده وقف بايدي اهو. احاول بصوا افك كده اللي جوه اهو. خلاص هتيجي بقى تشدي تلاقيها خلاص بقت مرنة تاني وبتمشي عادي. وقفت زي ما وقفت من شوية. ما تشديش بقى كده يقوم يتعقد قوي من جوه، لا، حاولي ايه تسلكيها، تروحي لها كده عكشيها كده شوية كده، هتلاقيها طلعت تاني. بيكون احسن كتير ما تشتغلي من بره. طيب خلينا نحطها على جنب. ادي كده عندي الخيط. هستخدم معاه النهارده ابره 4 اللي هو اليز قطن جولد. استخدمي معاه الابره اللي تريحك انتي في الشغل. فاستخدمي خيط متوسط السمك والابره المناسبه ليه علشان تبتدي الشغل. نقول بسم الله ونبتدي نعمل الدايره السحريه. بحب اشتغل اي شغل دايره بالدايره السحريه في الاول. هي بالنسبه لي الاختيار الافضل. بحكمها ان انا بمشي الخيط شويه جوه اول غرز اساس، وبعدين بشده وبقفله في البدايه بابره التنظيف. ولكن في ناس بتشتغل بالطريقه اللي هتشوفوها معايا دي. انتي حبيتيها وارتحتي ليها خلاص تمام، مفيش مشكله، كملي بيها. وهقولك برضو مميزاتها وعيوبها. بنعمل ايه بالاول؟ بيعملوا تقولك بدل الدايره السحريه اشتغلي 5 سلاسل. طيب ادي 5 سلاسل. ده بقى مفيش ابره هنا اكبر ولا اصغر، هي ابره واحده هستخدمها في كله. ادي 1 2 3 4 تمام 5. هاجي عند اول غرزه وهعمل منزلقه. تمام اهو. فين بقى الفتحه اهي اللي هشتغل فيها اهي دي. تمام. طيب هرتفع، بودي الخيط ده معايا كده الناحيه دي اهو كده، وبقى عندي الدايره اهي. هرتفع سلسلتين اهو، ادي واحد ادي التانية، وهعمل البدايه 12 عمود بلفه. كل ده انا بس ايه هوضح فكره الخمسه دول. ادي مثلا ادي عمود، ده تاني عمود. تمام. وبتكملي بقى عادي ال 12 في الخمس سلاسل. بصوا اهو هبتدي دلوقتي اعمل ايه ال 12 عمود في الخمس سلاسل. طيب لما بتيجي بقى تقفلي تضيقي، لا هي مش بتضيق. هي لو الخمس بقى سلاسل دول جم واسعين منك وعملتي ال 12، بيفضل عندك ايه، فراغ كده شويه بعد ما تتممي العواميد بتاعتك. ده الفرق بينها وبين الدايره السحريه اللي انا بقول عليها. الدايره السحريه انا بتحكم، اما بشد ده بيضيق خالص. والله عايزه اوسعها في ايدي اوسعها. بالنسبه لي هي الاختيار الافضل، وهي كمان بتميز الشغل بالذات اللي بيبقى فيه طواقي، سواء فيها بومبو او غير، بيكون مقفول محكم وبشطبها كويس كتير جدا، بتكون امان وما بتفكش. هعمل الدايره السحريه اهو.
وهرتفع سلسلتين. هشتغل النهاردة الدايرة بغرزة العمود بلفة، على اعتبار ان هي الاغلب في الاستخدام في الطواقي، بس انا النهاردة كتدريب وكبداية هنشتغل بغرزة العمود بلفة. العمود بلفة غرزة بترمي معايا اسرع، بوصل للقطر المناسب للدايرة اسرع كتير من الحشو. لو مثلا هشتغل 6 سطر من غرزة العمود بلفة علشان اوصل لقطر مناسب للايس كاب او الطاقية اللي انا هعملها، ما اقدرش اوصل بالست اسطر دول بغرزة الحشو لنفس القطر، لا، بشتغل ممكن 12، ممكن الضعف، ممكن مرة ونص، على حسب برضو ايدي وابرتي والخيط. فانا دلوقتي هشتغل بالعمود بلفة بالنسبة لان هو الاشهر. الحشو بقى رائجة اكتر في تأسيس بقى الشنط الدايرة، نعملها ان شاء الله مع بعض. الدايرة، قاعدة الشنطة الدايرة كده بتكون خلاص عايزة حاجة محكمة قوي، فبشتغل بقى بالحشو. ولكن النهاردة خلينا نشتغل مع بعض بالعمود. عملت الدايرة السحرية وارتفعت سلسلتين، برتفع للعمود سلسلتين بيكون الشغل مظبوط اكتر من ال3 سلاسل. طيب هشتغل في الدايرة دي 12 عمود بلفة. ادي اول عمود، واحد، واحد، اتنين، هجيب الخيط اللي هو بتاع الدايرة السحرية اللي بقولكوا هحكم منه اهو، هاخده معايا، بصوا بجيبه كده معايا وهكمل باقي اهو، بصوا باقي العواميد. خمسة. خايفة تتلخبطي زي ما قلنا، عندي ماركر بسيط بنسى او دبوس، او الماركر ده موجود عند اي محل خيوط. انا كده شوفوا، واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، اربعة مش خمسة. هحط عند اول راس عمود اهو، اول راس عمود هحط عندها الماركر ده، هقفله تمام. الارتفاع هنا مش بحسبه خالص من العد، في الدايرة مش بحسبه من العد، ودايما في اغلب الشغل. لكن في باترونات بتحكم انه العمود ده ما بيكونش في العدد، او في العدد ده بتبقى حاجة استثناء، لكن في الاغلب الارتفاع ما بحسبوش من العد خالص. علمت اهو اول علامة في اول عمود، اول راس عمود اشتغلته. ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة. هعمل 12 عمود وارجع اقفل اول سطر معاكم. اشتغلت انا كده 12 عمود بلفة، خلونا نعد مع بعض. ادي اول عمود اهو في العلامة، ادي واحد، اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12. عدي من فوق من هنا، من حروف الفي بتاعة الغرزة. كده وصلت ل12. هعمل ايه بعدين؟ ده خيط البداية اللي هضيق منه، وده خيط الشغل اهو تمام. طب هضيق ازاي دلوقتي؟ بصوا ادي ظهر الشغل اهو، اشد كده على ايدي، بصوا قفلت خالص ازاي، تمسكيها من النص وبتشدي. دي من مميزاتها عن ال5 سلاسل بكتير، بتبقى شوفوا محكمة مقفولة. اخر شغلي هلضم دي في ابرة تنظيف او ابرة خياطة عادية تتسع ان الخيط يعدي منها، وهدخل تحت الغرز دي مرة او اتنين، خلاص هي كده اتحكمت واتقفلت، ولا تفك ولا اي حاجة. طيب كده 12 عمود. اول سطر في كروشيه دايرة هشيل الماركر اهو، ما اتلخبطش، اشيل الماركر وانا عيني على الغرزة اللي هي الاولى اللي انا هقفل بيها. هقفل بايه؟ هقفل بمنزلقة اهو. دخلت في الغرزة اللي كان فيها الماركر تحت حرفين الفي عادي، ادي غرزة منزلقة. وهرتفع، قلنا للشغل سلسلتين، وايه مش بحسبهم خالص عمود، هرتفع السلسلتين ومش هحسبهم خالص في العد ولا هحسبهم عمود. بمعنى ايه؟ شايفين السلسلتين طالعين منين اهو، ادي اول عمود، وده الارتفاع السابق،
فانا هشتغل دلوقتي اول عمود فين؟ في نفس مكان الارتفاع اهو، هنا ادي اول عمود. وعندي في كروشيه دايرة في تاني سطر هعمل تزايد في جميع الغرز. يعني ايه؟ يعني انا عندي هنا 12، دول هخليهم 24 غرزة. يعني الغرزة الواحدة هشتغل فيها غرزتين، العمود الواحد هطلع منه بعمودين. ادي تاني عمود في نفس الغرزة، ادي اول تزايد عملته. عندي الارتفاع، عندي 2 عمود في نفس المكان. ارجع تاني للماركر عشان ما اتلخبطش، وهروح عند اول، ادي عمودين اهو، اول عمود، اول راس عمود، وهحط الماركر بتاعي. هيريحني في العد ويريحني ان انا اتلخبط او اي حاجة. تمام. يبقى كده اول غرزة استثنائية شوية، فيها 2 ارتفاع، فيها 2 عمود في نفس المكان. قلنا السطر التاني ده في تزايد في كل الغرز. هروح على الغرزة اللي عليها الدور فين. انا هنا طبعا بشتغل في الفي عادي، لا بشتغل في حلقة خلفية ولا امامية ولا بريد ولا حاجة، شغل عادي خالص اهو. لفيت ودخلت عشان هعمل عمود بلفة، ادي غرزة، والتانية في نفس المكان اهو، لان انا قلت ايه هنا؟ تزايد في كل الغرز. تاني الغرزة اللي عليها الدور فين اهي، حرف الفي اهو، هدخل تحته غرزة عمود بلفة عادي ولكن مرتين. سيب الابرة. يبقى اول سطر عندي 12 غرزة، تاني سطر طالما تزايد في كل الغرز هيعد معايا كام؟ 24 غرزة غير الارتفاع، مش بحسبه. هكمل وارجع لكم عند قفلة السطر. انا كده عملت تزايد في كل غرز السطر الاول اللي هم ال 12 دول، عملت كده تزايد كامل. هيعطيني المفروض كام؟ طالما في كل غرزة غرزتين يبقى 24. خلونا نعد. الماركر في اول واحدة ادي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24. لما تتعودي على شغل الدايرة هيبقى سهل تحكمي بعينك كمان من غير ما تعدي. بمعنى ايه؟ هتروحي عند كل غرزة كده وتلاقي فيها 2. اول غرزة فيها الارتفاع وفيها التزايد اهو، تاني واحدة شوفوا فيها 2، ادي 2 طالعين من الغرزة، 2 2 اهو. تفتحي الشغل كده هيظهر لك انه كله تزايد. هتطلعي الغلطة برضو وانتي بتراجعي. مهم جدا ان انتي في كل سطر بتراجعي، لقيتي غلطة فكي وعيدي تاني، لقيتي غرزة اطول من غرزة، سرحتي ايدك مثلا هوت او رخت في غرزة عن اللي قبلها، لا ارجعي فكي واظبطي وعيدي من اول وجديد. المهم انك تطلعي حاجة متقنة وجيدة. كده انا عندي الماركر في اول غرزة هشيلها، لان دي اللي انا هقفل فيها بمنزلقة. هدخل تحت حرفين الغرزة واخرج ومن نفس المكان، وهرتفع سلسلتين علشان السطر اللي بعد كده. ارتفاع السلسلتين ما بيخليليش الشغل باين انه فيه ارتفاع. يعني شوفوا لو لفتيها كده بصوا اهو مش باين. التزايد في السطر الثالث هنا مش هيبقى تزايد كامل، يعني مش في كل الغرز هعمل 2، لا هيبقى تزايد في الغرزة التانية، هيبقى اسمه غرزة وغرزتين. يعني ايه؟ يعني هعمل في اول غرزة غرزة عادية من غير تزايد، هعمل في تاني غرزة تزايد، هيبقى التزايد اسمه 1 2 1 2 وهكذا. تمام. ارتفعت سلسلتين، قلنا في نفس مكان الارتفاع، انا ما بحسبش ده عمود خالص، في نفس مكان الارتفاع هدخل واعمل اول غرزة. قلنا التزايد هنا غرزة غرزتين، يعني في اول غرزة 1 وفي تاني غرزة هي اللي انا هعمل فيها تزايد، ادي 1، ادي تاني عمود في نفس المكان، وارجع على طول اجيب الماركر واحطه فين؟ في اول غرزة عملتها عشان ما اتلخبطش اهو. دي اول غرزة اهو، اول غرزة
العمود الاول اهو مش تزايد، هنا الارتفاع مش بيحسب اصلا، ودي تاني غرزة فيها تزايد. الغرزة اللي عليها الدور ايه؟ غرزة واحدة مش تزايد، واحد اهو. طيب التزايد فين؟ قلنا التزايد في الغرزة التانية، يبقى الغرزة اللي بعدها هي اللي فيها تزايد. فيها عمودين في نفس الغرزة، فيها غرزتين في نفس الغرزة، يبقى نمط الشغل للسطر التالت بعد الأسطر ادي واحد اتنين، ده تالت سطر اللي انا فيه، التزايد فيه في الغرزة التانية، يعني عمود عمودين زي ما انتوا شايفين، عمود عمودين، وهكذا عمود عمودين. هوصل لقفلة السطر وارجع لكم. وصلت معاكم لنهاية السطر، هنقفله مع بعض. من الحاجات اللي بتفيد جدا في مراجعة شغل الدايرة ان انا قلنا هنا التزايد غرزة غرزتين، يعني بدأت هنا بغرزة بنتهي بغرزتين اهو، يعني ببدأ بفردي وانتهي بتزايد اهو. ادي غرزتين في اخر غرزة، وادي مكان اول غرزة هقفل فيها بمنزلقة. هراجع، ادي اول غرزة، اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر ستاشر تمنتاشر عشرين اتنين وعشرين اربعة وعشرين ستة وعشرين تمانية وعشرين تلاتين اتنين وتلاتين اربعة وتلاتين ستة وتلاتين. طيب اول حاجة هنا الاساس كان 12 غرزة، تاني سطر التزايد في الكل فال12 بقوا 24 غرزة، تالت سطر عشان التزايد غرزة غرزتين اصبحوا 36. هتلاحظوا ان كل سطر بيزيد عدد غرزه عن غرز السطر اللي قبله بعدد غرز الاساس، يعني ده 12، ده عملت تزايد في الكل اصبحوا 24، هنا زادوا 12 بقوا 36. بتراجعي بالعدد او بالنظر زي ما قلنا في السطر اللي فات، انه ادي غرزة غرزتين، غرزة تزايد، غرزة تزايد، غرزة تزايد، او غرزة فردي غرزتين، غرزة فردي غرزتين، وهكذا للاخر. هنقفل السطر، هنشيل الماركر من هنا، هنستخدمه تاني. هروح عند الغرزة اللي فيها الماركر اهي، هدخل هخرج بغرزة منزلقة وارتفع الارتفاع بتاعي السلسلتين. الارتفاع مش بحسبه، التزايد في السطر اللي بعدين ايه؟ غرزة غرزة غرزتين، يعني التزايد في الغرزة التالتة. هنا كان غرزة غرزتين، التزايد في الغرزة التانية، تاني غرزة فيها تزايد. السطر اللي عليه الدور التزايد في الغرزة التالتة، يعني السطر الرابع التزايد في الغرزة التالتة، يعني هعمل عمود عمود والتزايد هنا. خلينا نشوف مع بعض. ادي اول غرزة ارتفعت، ما بحسبش الارتفاع خالص، اشتغلت فيها عمود بلفة. الغرزة اللي عليها الدور اللي بعدها عملت عمود بلفة تاني. الغرزة التالتة هشتغل فيها 2 عمود بلفة، ادي واحد ادي التاني، وكده انا كونت نمط شغل التزايد في السطر الرابع، غرزة غرزة غرزتين، تزايد في الغرزة التالتة، يعني ايه؟ واحد اتنين التالتة تزايد، واحد اتنين التالتة تزايد، وهكذا للآخر. هبدأ هنا بغرزة فردي أو غرزة عادية ما فيهاش تزايد، هنتهي هنا بغرزة التزايد. حكاية ان انا اعكس التزايد او ما اعكسش التزايد او اغير اماكن التزايد دي بعدين، ولكن احنا بنتكلم دلوقتي في اساسيات انت بعد كده بتغيري مع مرونة الشغل في ايدك. مرة كمان تزايد، ادي الغرزة اللي عليها الدور، ادي مش تزايد، واحد اتنين تلاتة، تالت غرزة تزايد، يبقى ادي اول واحدة، تاني واحدة عادي غرزة عادية. قلنا نمط التزايد هنا في الغرزة التالتة، ادي عمود وادي التالتة هعمل فيها 2 عمود بلفة. تاني واحد في نفس المكان، هكمل بنفس نمط التزايد وهوصل معاكم للقفلة وارجع لكم تاني. وصلت لنهاية السطر ده،
خلونا نراجع. ادي اول غرزة فيها الماركر، قلنا ان هنا التزايد في الغرزة الثالثة اهو، ده الارتفاع مش بحسبه. ادي 1 2 التزايد في الغرزة الثالثة، هنا التزايد اهو. ولو لاحظتوا برضو ان انا ممكن اراجع، قلنا بالعدد او بالعين. شوفوا التزايد السابق تاني غرزة فيه هي اللي عملت، شوفوا تاني غرزة في التزايد في السطر السابق هي اللي عملت فيها التزايد في السطر الحالي اللي انا فيه اهو. 1 2 3 تزايد في التالتة، غرزة غرزة تزايد، غرزة غرزة تزايد. لو لاحظتوا التزايد موجود في تاني غرزة تزايد في السطر السابق. دي كلها علامات انت ممكن تعمليها لنفسك بتفيدك وانت بتراجعي بدل ما تعدي. لو هنعد دلوقتي احنا قلنا دول 12 دول 24، كل سطر بيزيد عن السطر اللي قبله عدد غرز البداية، يعني 12 24 36، يبقى دول هيبقوا كام؟ 48. خلونا نعد من الفي من فوق من هنا 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48. بنفس المنطق هنقول انه السطر اللي بعد كده 48 هحط عليهم 12 يبقوا كام؟ يبقوا 60 غرزة. يبقى السطر اللي بعد كده هيبقى العدد 60 غرزة وانا براجع لو هراجع بالعدد. خلونا نشوف التزايد فيه ازاي. ادي الغرزة اللي شلت منها الماركر، هقفل فيها بمنزلقة وارتفع سلسلتين للسطر اللي بعد كده اللي هو رقم كام؟ 1 2 3 4. ده السطر الخامس وهيكون التزايد فيه في الغرزة الرابعة. السطر الرابع التزايد في الغرزة الثالثة، هنا التزايد في الغرزة الرابعة، يعني هعمل 3 غرز ورا بعض عمود عادي بدون تزايد، وفي رابع غرزة هشتغل تزايد. ادي 2 ادي 3، وفي الغرزة الرابعة هعمل ايه؟ تزايد في نفس المكان. هروح على الماركر على طول، اعلم الغرزة تزايد في السطر الخامس في الغرزة الرابعة اهو، 1 2 3 في رابع غرزة. وقلنا شوفوا اهو واضحة قوي هنا، خدي بالك دي ليكي مفيدة جدا، انه التزايد هنا هو في تاني غرزة تزايد في السطر السابق اهو. تاني غرزة تزايد عملت فيها تزايد في السطر اللي بعدين، تاني غرزة تزايد اهو عملت فيها التزايد في السطر اللي بعدين، وهكذا. هعمل كمان معاكم مجموعة تزايد. لفيت الخيط، هعمل عمود، قلنا تزايد في الغرزة الرابعة، يبقى ادي عمود، ادي تاني عمود، ادي تالت عمود، والتزايد في الغرزة الرابعة يعني رابع غرزة هعمل فيها 2 عمود بلفة، وهكمل وارجع لكم عند قفلة السطر. وصلت معاكم هنا لقفلة السطر، فيها الماركر اول غرزة. قبل ما بقفل بعد او براجع الغرز بتاعتي. احنا قلنا 12 24 36 48، هنا المفروض يبقوا 60 غرزة. هنراجع الاول بالعد. ادي اول غرزة اهي، بعد حروف الفي. خلونا بسم الله. ادي 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20.
3 عشرينات يعني 60 غرزة، يبقى انا كده صح. طيب هقفل السطر ازاي؟ بشيل الماركر، اروح عند الغرزة اللي كان فيها اللي هي راس العمود، وهقفل بمنزلقة، وهرتفع بسلسلتين علشان السطر اللي بعدين. خلونا نقول شوية ملاحظات كده. انا رجعت دلوقتي بالعد وتمام. طيب قلنا برضو من الحاجات اللي بتفيدني في العد وفي المراجعة انه ادي الارتفاع، انه تاني غرزة تزايد في السطر السابق هي اللي فيها تزايد في السطر الحالي. تاني غرزة تزايد في السطر السابق هي اللي فيها تزايد في السطر الحالي اهو. خلونا نجيب عشوائي كده اهو. تاني غرزة اهو تزايد السابق، تاني غرزة فيه هي اللي فيها تزايد دلوقتي، وهكذا. تمام، شوفوا مظبوطة مستقيمة. ده شغل الدايرة، تستخدميه في الطاقية، ممكن تستخدميه في المفرش، تستخدميه في حاجات كتير، اشهرهم طبعا الايس كابات والطواقي. بنفضل نعمل تزايد لغاية امتى بعرف ان انا هبني على الدايرة دي مثلا طاقية؟ هنشوف مع بعض حالا. تقدري تنفذي بشغل كروشيه الدايرة دوت اي ايس كاب او طاقية انت عايزة تعمليها، اساسها يكون دايرة. فانت محتاجة يكون معاكي الجدول دوت على موبايلك او ورقة مطبوعة زي دي تحفظيها في حاجتك، تستخدمي فيه قياس قطر الدايرة، وبتحتاجي منه طول القبعة. شرحنا في الفيديو ده ازاي اعمل دايرة بسيطة خالص. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومة بشكل واضح. لو وصلتوا للجزء ده في الفيديو فشكرا جزيلا على المتابعة. اتمنى اكون قدرت اقدم ولو فايدة بسيطة لحضراتكم، ونتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.